السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث الثانوي دفعة 2024، أهلا بكم في أول حصة في مادة الفلسفة. السنتين اللي فاتوا خدنا فيهم مادة الفلسفة، بس كان التركيز على الفلسفة النظرية. هي ايه الفلسفة النظرية ديت؟ الفلسفة اللي مش بتهتم بالواقع، زي كده البحث في أصل الوجود ومكانة الإنسان ومعرفة السر وراء العالم اللي احنا عايشين فيه دوت. دي كلها موضوعات ملهاش علاقة بالواقع ولا ليها علاقة بحياتنا. السنة دي الفلسفة مختلفة تماما، عندنا 4 دروس بيندرجوا تحت عنوان واحد، وهو الفلسفة التطبيقية. يعني ايه فلسفة تطبيقية؟ معناها فلسفة بتهتم بالواقع وبتركز على مشاكل الواقع وعلى القضايا اللي موجودة في الحياة. زي ايه؟ زي المشاكل اللي موجودة في البيئة، وده موضوع الدرس الأولاني. زي المشاكل اللي موجودة في الطب، وده موضوع الدرس الثاني. زي المشاكل اللي موجودة في المهن المختلفة، الفساد الأخلاقي اللي موجود في المهن المختلفة، وده موضوع الدرس الثالث. زي الفساد الأخلاقي اللي موجود في المجتمع، وده موضوع الدرس الرابع. يبقى إذن هنا احنا عندنا منهجنا كله 4 دروس، كلهم فلسفة تطبيقية، كلهم بيندرجوا تحت عنوان ايه؟ الفلسفة التطبيقية. يعني بنحل مشاكل الواقع وبنركز على مشاكل وقضايا الواقع اللي احنا عايشين فيه. يبقى إذن هنا الفلسفة السنة دي بتختلف عن فلسفة السنتين اللي فاتوا اللي انتوا ايه درستوها. هنبدأ بأول درس في الفلسفة، وهو الفلسفة وقضايا البيئة. يعني أول فرع من فروع الفلسفة التطبيقية هندرسه مع بعض هو الفلسفة البيئية. يعني هنبدأ نتكلم على كيفية تعامل الإنسان مع البيئة بالشكل الصحيح اللي ما يضروش وما يضرش البيئة. هنحاول إن احنا نواجه مشاكل البيئة زي التلوث، زي الازدحام السكاني، زي غيرها طبعا من المشاكل اللي موجودة في البيئة اللي هنتكلم عليها خلال الفصل ده. طيب، في البداية خالص احنا عايزين نعرف يعني ايه فلسفة بيئية. في البداية لازم نعرف ان ده احد فروع الفلسفة التطبيقية. خلاص انا قلت لكم من البداية ده فرع من فروع الفلسفة الايه التطبيقية الجديدة في العصر الحالي. بتدرس ايه؟ بتدرس رقم ألف، ما ينبغي ان يكون عليه تعامل الانسان مع البيئة. يعني ايه؟ يعني بتعلمك، ده فرع من الفلسفة التطبيقية، بيعلمك ازاي تتعامل بالطريقة الصح مع البيئة. يعني ايه برضو؟ يعني في طريقة كده انت لو اتعاملت بيها مع البيئة هتضرك وهتضر البيئة. خلاص، احنا بنعلمك في الفلسفة البيئية ازاي تتعامل بالطريقة الصح اللي ما يكونش فيها ضرر عليك او ضرر على البيئة، وده هنعرفه خلال الفصل. الحاجة التانية اللي بتدرسها الفلسفة البيئية، بتدرس البيئة وبتدرس مشاكلها. طيب، مشاكلها دي جت منين؟ في العصور القديمة ما كانش فيه مشاكل في البيئة. ايه السبب اللي خلى فيه في العصر الحالي وفي العصور الحديثة مشاكل في البيئة؟ التقدم العلمي. التقدم العلمي اللي هدد البيئة الطبيعية، يعني هدد حياة الكائنات الحية. وطبعا الإنسان طالما بيتعامل مع الكائنات الحية يبقى إذن هنا كمان هو مهدد. طالما حصل ضرر للبيئة وحصل ضرر للكائنات الحية يبقى الإنسان برضو هنا إيه؟ هيحصل له ضرر. ليه؟ الكائنات الحية إحنا بنتعامل معها، في منها أنواع بناكلها، بناكل نباتات، بناكل حيوانات. يبقى إذن هنا الكائنات الحية طالما في ضرر عليها من البيئة يبقى في ضرر على ايه؟ على الانسان. معلش يعني ادينا شوية امثلة كده مستر، عايزين نفهم. يعني مثلا هنا استخدام الانسان لمبيدات الحشرية والسلاح النووي. ماشي، المبيد الحشري والسلاح النووي طبعا هنا اتسببت في ضرر على البيئة وضرر على الانسان. التلوث اللي ناتج من المصانع والشركات اللي بتطلع دخان كده وبتطلع مثلا ملوثات بتلوث الهواء. طب الهواء ده احنا بنتنفسه، يبقى اذا هنا في ضرر على الانسان. ظاهرة الاحتباس الحراري واحنا بنعيشها النهارده، اللهم صل على النبي، شفنا جو النهارده يعني ايه؟ ما شفناهوش خلال سنين حياتنا اللي فاتت. كلنا عايشين في مصر وكلنا شايفين الجو عامل ازاي. ده طبعا بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري وبسبب التلوث وبسبب الدخان، تلوث الهواء والنفايات. نفايات اقصد هنا بقى طبعا نفايات المصانع او النفايات الطبيه بتاعه المستشفيات، او مثلا ممكن اكياس الزباله بتاعتنا دي. تمام، اي نوع من انواع التلوث سبب لنا طبعا في ظاهره الاحتباس الحراري وسبب لنا في مشاكل في البيئه، وده عاد بالضرر ايه على فيروس كورونا. طبعا كل الامثله اللي انا قلتها لكم ديت، استخدام المبيدات الحشريه والاسلحه النوويه والتلوث والاحتباس الحراري، وكل الامثله دي تقدم علمي.
ماشي، نتجت عن التقدم العلمي واذت الانسان. يبقى اذا هنا كل المشاكل اللي موجوده في البيئه نتجت عن التقدم العلمي. مثال تاني برضو احنا بنعيشه النهارده، الهرمونات اللي موجوده في اكلنا وفي شربنا، ماشي، ده تقدم علمي وبتهددت حياه الانسان بالامراض وبالسرطانات. المصانع والسيارات والطائرات ادت الى التلوث. ازاي الكلام ده؟ لسه قايل لكم ان المصانع بتطلع دخان، ماشي، الدخان ده بيلوث الهواء. السيارات برضو زمان لما كانت العربيات بتمشي بالبنزين والسولار والكلام ده كله، مش زمان يعني من فترة قريبة، كانت بتلوث الهواء. النهاردة طبعا احنا اتخلصنا من المشكلة ديت. مش سيارات بس، كان كل وسائل المواصلات زي الطيارات وزي مثلا السفن، كل وسائل المواصلات كان ليها بيطلع منها ملوثات. فاذا هنا النهارده احنا بنتجه بقى طبعا ل الحفاظ على البيئة من خلال استخدام الطاقة النظيفة، وده طبعا احنا هنعرفه كمان شوية في الدرس. مثال ثالث، بيموت 500,000 شخص سنويا بالصين بسبب التلوث. وشوفوا بقى، يبقى اذا هنا في ضرر على الانسان من التقدم العلمي والتكنولوجي اللي ادى الى اللي ادى الى التلوث، واللي ادى الى ظهور امراض واوبئة. تمام كده؟ طيب، يبقى اذا احنا هنا طلعنا بمعلومتين عشان ما ننساهمش، عشان هنبني عليهم كلام كتير يا جماعه. لما جينا اتكلمنا على الفلسفه البيئيه عرفنا ده ان هي احد فروع الفلسفه التطبيقيه، تمام، الجديده. وطبعا عرفنا معلومه مهمه جدا، ان الاربع دروس بتوع الفلسفه كلهم اللي هناخدهم طول السنه كلهم فلسفه تطبيقيه، يعني بنحل مشاكل الواقع، يعني بنركز على قضايا الواقع، تمام. واللي اولها الفلسفه البيئيه او مشاكل البيئه. الفلسفة البيئية بتعلمنا ازاي نتعامل بالطريقة الصح مع البيئة الطبيعية عشان ما نأذيهاش وما نأذيش نفسنا. برضو كمان الفلسفة البيئية بتدرس البيئة وبتدرس مشاكلها اللي نتجت عن التقدم العلمي والتكنولوجي اللي هددت حياة الكائنات الحية وعلى رأسها الإنسان. وقلنا أمثلة كتيرة جدا لمشاكل نتجت عن التقدم العلمي والتكنولوجي، زي استخدام المبيدات الحشرية والأسلحة النووية والتلوث والاحتباس الحراري وفيروس كورونا والهرمونات والتلوث اللي بينتج من المصانع والسيارات والطائرات. وعرفنا ان كل سنة بيموت حوالي 500,000 شخص في الصين بسبب التلوث. طيب، النقطة اللي بعد كده بيقول لي هنا ان تهديد البيئة الطبيعية جعل الفلاسفة والعلماء يدعون الى حمايتها، تمام، من خلال يعني حصلت مشاكل في البيئة، حصلت مشاكل في الطبيعة، حصلت أضرار على الكائنات الحية وعلى الإنسان. العلماء طبعا والفلاسفة مش هيسكتوا، تمام، فدعوا إلى حمايتها من خلال 4 نقاط. النقطة الأولى إقامة التوازن. إقامة التوازن بين مطالب الإنسان في السيطرة على البيئة والاستفادة القصوى من مواردها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت كإنسان من حقك إن أنت تستفيد من موارد البيئة وتستغلها، تمام، لكن في نفس الوقت ما ينفعش تخل بالتوازن البيئي. من حقك تستفيد ومن حقك ان انت ما تخلش بالتوازن البيئي. من فترة يعني من حوالي 50-60 سنة كده كنا بنعتمد على البنزين وعلى السولار في تشغيل او في حتة ان احنا نمشي العربيات والطيارات والكلام ده كله. طيب، بس البنزين والسولار والحاجات دي كلها طبعا طاقة غير متجددة. يعني ايه؟ يعني بتقل، بتستنفذ. طيب، يبقى اذا هنا استغلالي لهذا المورد هيؤدي الى اختلال في التوازن البيئي. المورد ده هيقل، هيجي له وقت ويقل. فهنا النهارده بدأنا ان احنا نستخدم الطاقة النظيفة، ماشي، الطاقة النظيفة زي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي لا تضر البيئة. فهنا النهاردة كبديل للطاقة، يعني بدل ما أشغل مثلا كهرباء البيوت وكهرباء المصانع والشركات يعني كبديل للطاقة الغير متجددة، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح دي طاقة متجددة عمرها ما هتخلص. يبقى أنت بتستفيد من البيئة وفي نفس الوقت مش بتتسبب في خلل في التوازن البيئي. يبقى إذا هنا رقم 1 إقامة التوازن بين مطالب الإنسان في السيطرة على البيئة والاستفادة القصوى من مواردها. معناها إيه؟ معناها إن أنت من حقك تستفيد من موارد البيئة، بس في نفس الوقت ما ينفعش نخل بالتوازن البيئي. إزاي؟ نحاول نركز على الطاقة المتجددة، يعني الطاقة اللي أنت مهما استخدمت منها عمرها ما هتقل، زي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تمام. كهرباء البيوت بتاعتنا ديت بتقل، ماشي، بتستنفذ.
لكن لو احنا حولنا الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية، يعني حاولنا ان احنا نشغل الكهرباء بتاعت بيوتنا دي بالطاقة الشمسية او طاقة الرياح، هيبقى احسن وافضل وامن على حياة الانسان. لان انتوا عارفين طبعا الكهرباء العادية بتاعتنا ديت بتتسبب احيانا في حرائق ومشاكل، لكن الطاقة الشمسية دي وطاقة الرياح دي طاقة امنة وطاقة في نفس الوقت متجددة، يعني مش بتقل مش بتخلص. يبقى اذا انت بتستفيد وفي نفس الوقت مش بتتسبب في خلل في التوازن في التوازن البيئي. تمام. وطبعا في وبقينا نستخدم كبديل للسيارات اللي هو الطاقه الكهربائيه، بقينا نستخدم في عربيات النهارده بتشتغل بالكهرباء والغاز الطبيعي. يبقى اذا هنا احنا بنحاول ان احنا نستفيد من البيئة، وفي نفس الوقت بنحاول ان احنا ما نخلش بالتوازن البيئي عن طريق استخدام الطاقة المتجددة، خلاص، زي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. النقطة التانية اللي دعا اليها العلماء والفلاسفة احترام الطبيعة. نحترم الطبيعة، نعمل يعني بقى اكون معدي مثلا على نهر ولا بحر اضرب له تعظيم سلام واقول له يعني اعمل له احترام الطبيعة. المقصود بها هنا ان انت ما ترميش زبالة في المية في نهر النيل ولا في البحر، لان انت كده بتلوث الميه، ولما تلوث ميه النيل اللي انت بتشربها ده خطر عليك، وخطر كمان على الثروه السمكيه اللي موجوده في نهر النيل او في البحار. يبقى اذا هنا دعا العلماء إلى صدور قوانين وتشريعات لحماية الطبيعة كالماء والهواء ونهر النيل. يعني هنعمل يعني القوانين دي بتنص على يعني وضع جزاءات وعقوبات على من يرمي مخلفات المصانع بتاعته أو مخلفات السفن في مياه نهر النيل أو في مياه البحار أو المحيطات، لأن ده بيلوث المية وبالتالي هيلوث الثروة السمكية وهيخليها تبقى فاسدة. يبقى إذن هنا برضو ده هيعود عليا بالضرر، لأن الثروة السمكية دي أنت هتجي لك يوم وهتاكلها، فبالتالي هي لو ملوثة فانت طبعا ده هيتسبب لك في امراض. يبقى اذا هنا احترام الطبيعة معناها ان انت تحافظ على نظافتها، ما تلوثهاش. يعني بلاش تلوث الهواء، تمام، بلاش تلوث المية برمي مخلفات المصانع ومخلفات السفن في المية. الكلام ده كله طبعا دي قوانين وتشريعات بتدعو لاحترام او فيها احترام للطبيعة. في احدى الدول غيرت شركة رصف الطرق مسار طريق حتى لا تقطع شجرة. كان في طريق كده بيترصف وقابلهم في السكة كده شجرة، عملوا غيروا طريقهم، تمام، غيروا الطريق بحيث ان الشجرة ما تتقطعش. باذن هنا ده يعني احترام للطبيعة، ماشي. فضلوا ان هم يغيروا طريق الرصف عن انهم يقطعوا الشجرة، تمام. باذن هنا يعني هي مبالغة شوية، يعني حتة مبالغة ما فيهاش حاجة، يعني حتة شجرة بدل ما نلف اللفة دي، بس يعني انا اقصد هنا ان في احترام للطبيعة، بنحاول ان احنا ما نخلش بالتوازن البيئي. ما هو انت لما تقطع في الشجر بتاع الغابات وتقلل الخضرة، اللون الاخضر دوت الشجر والنباتات والكلام ده كله، ده طبعا بيتسبب لك في مشاكل بيئية. يعني في حملة اسمها حملة تتحضر للأخضر، يعني نحاول نزرع على قد ما نقدر أشجار وخضرة، نكتر من الخضرة ده، لأن ده بيمتص غاز ثاني أكسيد الكربون، وغاز ثاني أكسيد الكربون لما يبقى قليل وغاز الأكسجين يبقى كتير، ده طبعا بيخلي الجو أفضل من الوضع اللي احنا فيه حاليا. يبقى إذن هنا الحفاظ على الطبيعة في حفاظ على الكائنات الأخرى وفي حفاظ على حياة الإنسان. طيب، النقطة الثالثة اللي دعا إليها العلماء والفلاسفة احترام حقوق الكائنات الأخرى، ماشي. الكائنات الأخرى سواء كانت بقى نباتات أو حيوانات، زي كده ظهور منظمات لحماية حقوق الحيوان والنبات. طيب، والنقطة الرابعة والأخيرة احترام حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية. الأجيال القادمة، طب الجيل ده لسه ما جاش، احترم حقه في مش لما يجي الأول، لا طبعا هو ليه حق من قبل ما يجي، وهو ان انت تحافظ على الموارد الطبيعية، ماشي. الموارد الطبيعية ما تحاولش ان انت تخلصها او تستنفذها او تهدرها، لان طبعا الجيل اللي جاي من حقه لما يجي يلاقي موارد يعيش عليها، مية، بنزين، سولار، معادن، كهرباء، غاز، موارد طبيعية كلها من حقه ان هو يجي يلاقيها. طبعا احنا لما نستنفذها ونهدرها ويجي هو ما يلاقيش موارد يعيش عليها،
هتبقى مشكلة بالنسبة له. يبقى إذن هنا حق الجيل اللي جاي في إنه يلاقي موارد طبيعية يعيش عليها، مثل إيه؟ صدور ميثاق حقوق الأجيال المقبلة، وده موجود في نفس الفصل، يعني في التلت التاني من الإيه؟ من الدرس. يبقى إذن هنا إحنا عرفنا فلسفة البيئة دي بتدرس ايه؟ بتدرس البيئة وبتدرس مشاكلها اللي نتجت عن التقدم العلمي والتكنولوجي، واتكلمنا على مشاكل كتيرة جدا نتجت عن التقدم العلمي والتكنولوجي، وعرفنا العلماء والفلاسفة كان دورهم ايه كنوع من المواجهة للمشاكل اللي نتجت على التقدم العلمي والتكنولوجي. ان هم رقم واحد دعوا الى تحقيق التوازن بين مطالب الانسان وبين الموارد اللي موجودة في البيئة من خلال الاتجاه للطاقة النظيفة او الطاقة المتجددة اللي عمرها ما هتخلص. ماشي. ورقم 2 احترام الطبيعة، يعني قوانين وتشريعات تحمي المياه والهواء ونهر النيل والبحار والمحيطات. ده ازاي؟ ان احنا بلاش نلوث الهواء بالدخان بتاع المصانع، بلاش نرمي زبالة المصانع والسفن في مياه الانهار والبحار والمحيطات. يبقى ده اسمه احترام الطبيعة. واحترام حقوق الاجيال الكائنات الاخرى النباتات والحيوانات، واحترام حقوق الاجيال القادمة في الموارد الطبيعية. كده احنا عرفنا فلسفة البيئة قصتها ايه. تمام. طيب بعد كده بيقول لي يعني ايه بيئة؟ ما معنى البيئة؟ في عندي معنى لغوي، وده بتاع عالم عربي اسمه ابن منظور. تمام. كشكولكم معاكم او الكراسة بتاعتكم او السكتش بتاعكم اكتبوا كده ابن منظور عمل كتاب اسمه لسان العرب. معلش هو مش مكتوب هنا بس اكتبوه عندكم. تمام. زي ما اتعودنا كده في كراسة جنب مننا عشان في حاجات بنضيفها تكتبوها معاكم في الكراسة. في اللغة العربية ابن منظور في كتابه لسان العرب عرف البيئة وقال هي المكان أو المنزل اللي بينزل به الكائن الحي ويتخذ منه مكانا، أو هي ما يحيط بالكائن الحي زي المنزل أو المدرسة. إذن هنا المثال لو أشار أي مثال يجي لك بيشير إلى المكان اللي أنت بتعيش فيه ويسكت، يبقى ده المعنى اللغوي أو اسمه المعنى الاشتقاقي بتاع مين؟ بتاع ابن منظور. والكلام ده في كتاب ابن منظور اللي هو اسمه لسان العرب. طيب المعنى بقى الاصطلاحي بيقول لي البيئة هي مجموعة الأشياء والظواهر المحيطة بالفرد والمؤثرة فيه. زي ايه مثلا؟ زي الحاجات الطبيعية او الخارجية اللي هي البحار والجبال. لو اشار في مثال الى حاجة موجودة في البيئة انت بتستخدمها وبتأثر على حياتك وبتغير حياتك او بتحسن وبتطور حياتك، يبقى اذا ده المعنى الاصطلاحي. زي البيئة الطبيعية الخارجية اللي هي البحار والجبال. طبعا انت لما تعيش في بيئة فيها بحار وانهار وجبال وتضاريس كتيرة جدا وطقس كويس، يبقى اذا هنا البيئة الطبيعية دي هتأثر في حياتك. دي اسمها مقومات الحياة، حاجات انت بتستخدمها موجودة في البيئة وبتأثر على حياتك. ده المعنى الاصطلاحي. في بقى العضوية او الداخلية اللي هي جسمك، اعضاء جسمك الداخلية، ما دي بتأثر ما يحدث داخل الجسم. يعني لو في عضو في جسم الانسان في مرض معين لا قدر الله، ده مش هيأثر على حياته، هيأثر على حياته. اذا البيئة العضوية الداخلية، اعضاء جسم الانسان الداخلية، لو اشار اليها برضو في مثال يبقى ده المعنى الاصطلاحي. في بقى البيئة الاجتماعية رقم 3 دي زي ايه؟ زي الاسرة، ماشي، او المدرسة او الاصدقاء. اي حد، اي مثال بيشير الى ناس المحيطة بالفرد. الناس المحيطة بيك دول اللي انت عايش وسطيهم، سواء كانوا اسرتك او زمايلك في المدرسة او زمايلك في الشغل او ايا كان. الناس ديت المحيطة بيك في ايا كان المكان اللي انتوا متواجدين فيه، بيأثروا على حياتك ولا لا؟ بيأثروا. تمام. بيسيبوا اثر في حياتك، بيأثروا فيك. يبقى اذا ده برضو المعنى الاصطلاحي. في البيئة الفكرية، الفنون، الثقافة. ايه بقى الفنون والثقافة الحاجات دي؟ البيئة الفكرية هي ثقافتنا او عاداتنا وتقاليدنا والاعراف والعادات. يعني الحاجات برضو العادات والتقاليد دي برضو بتسيب اثر في حياتنا. تمام. يبقى اذا هنا المعنى الاصطلاحي بيشير الى مقومات الحياة، مش بيشير الى المكان فقط اللي بيعيش في الانسان. المعنى الاصطلاحي بيشير الى مقومات الحياة. يعني ايه؟ يعني اي حاجة موجودة
في البيئة وبتؤثر في حياة الإنسان، ده المعنى الإيه الاصطلاحي. زي البيئة الطبيعية أو الخارجية، ماشي، زي البيئة العضوية أو الداخلية، زي البيئة الاجتماعية، زي البيئة الإيه الفكرية. إذن هنا لو أشار إلى أحد مقومات الحياة الأربعة دول، الطبيعية أو العضوية أو الاجتماعية أو الفكرية، يبقى إذن ده المعنى الاصطلاحي. بتاع مين بقى المعنى الاصطلاحي ده؟ بتاع ابن عبد رب. اكتبوا عندكم المعنى الاصطلاحي صاحبه ابن عبد رب. علماء المسلمين هم أصحاب المعنى، هم اللي حطوا المعنى الاصطلاحي ده، تمام، في كتابه العقد الفريد. اكتبوا كده عندكم كتاب ابن عبد ربه العقد الفريد موجود فيه المعنى الاصطلاحي، وكتاب لسان العرب بتاع ابن منظور موجود فيه المعنى اللغوي او اسمه المعنى الاشتقاقي، تمام. يبقى اذا هنا لو اشار في مثال الى المكان اللي بينزل فيه الكائن الحي وبيعيش فيه وبيستقر فيه، يبقى ده المعنى اللغوي. اما لو اشار الى المقومات الحياة زي البيئة الطبيعية او العضوية او الاجتماعية او الفكرية اللي بتأثر على حياتنا وبنستخدمها في حياتنا، يبقى ده المعنى الاصطلاحي اللي صاحبه عالم المسلم العربي ابن عبد ربه في كتابه العقد الايه الفريد، تمام. ابن عبد ربه عرف البيئة وقال هي الوسط الطبيعي او الجغرافي او المكاني او الاحيائي الذي يعيش فيه الكائن الحي، تمام. ابن عبد ربه هنا حط تعريف شامل للبيئة. هو طبعا ده تعريف اصطلاحي، لان هنا ابن عبد ربه اشار لمقومات الحياة، اشار للبيئة الطبيعية والجغرافية والمكانية والاحيائية. الاحيائي طبعا هنا الكائنات الحية، تمام، اللي بيعيش فيه الكائن الحي. وقال برضه هو البيئة هي المناخ السياسي والاخلاقي والفكري المحيط بالانسان. الجزء الثاني ده خاص بالانسان. المناخ السياسي، تمام، يعني النظام السياسي اللي موجود في المجتمع اللي انت عايش فيه بيسيب اثر في حياتك. في دول ماشيه بالنظام الديمقراطي، في دول ماشيه بالنظام الديكتاتوري. النظام الديمقراطي هو حكم الشعب للشعب وان الشعب يكون له راي، والنظام الديكتاتوري نظام الممالك، ماشي، مملكه يعني دوله بيحكمها ملك. ده طبعا نظام هنا ما فيهوش اختيار، هنا بيتم فرض الحاكم على الشعب، الشعب ملوش راي. يبقى اذا هنا الانظمه السياسيه دي بتسيب اثر. النظام السياسي او المناخ السياسي ده بيسيب اثر في الناس. والاخلاقي، الاخلاقيات اللي موجوده في المجتمع بتسيب اثر، تمام. والفكري العادات والتقاليد اللي احنا لسه قايلين عليه. باذن هنا التعريف بتاع ابن عبد ربه برضه هو تعريف اصطلاحي، تمام، لان هنا ابن عبد ربه واضح جدا انه اشار الى مقومات الحياه اللي احنا ذكرناها في المعنى الاصطلاحي. يبقى المعنى الاصطلاحي بتاع العالم العربي ابن عبد ربه في كتابه العقد الفريد، والمعنى اللغوي بتاع العالم العربي ابن منظور في كتابه لسان العرب، تمام. طيب تعالوا نشوف الملحوظه ديت. يعتبر علماء المسلمين اول من استخدموا كلمة البيئة بالمعنى الاصطلاحي. ما احنا خلاص عرفنا في الجدول اللي فوق الكلام ده ان علماء المسلمين هم اللي عرفوا المعنى الاصطلاحي. والله مش المعنى الاصطلاحي بس، والمعنى اللغوي كمان بتاع ابن منظور، تمام. والكلام ده كان في القرن الثالث الهجري، حيث قام ابن عبد ربه صاحب كتاب العقد الفريد بوضع تعريف اصطلاحي للبيئة. خلاص، يبقى يجي يقول لك علماء الغرب هم من وضعوا المعنى الاصطلاحي للبيئة، تقول له لا غلط، ماشي. أول ناس عرفوا البيئة بالمعنى الاصطلاحي هم علماء العرب، طبعا على يد ابن عبد ربه صاحب كتاب العقد الفريد. مراحل تعامل الإنسان مع البيئة. تعامل الإنسان مع البيئة عبر العصور اختلف، اتطور. بس قبل ما نقول المراحل ديت، في تعريف لابن خلدون للإنسان. ابن خلدون عرف الإنسان، قال هو الكائن الذي يمتلك القدرة على التأثير في البيئة المحيطة به. كلام جميل، محدش يقدر يختلف معاك يا ابن خلدون في الكلام ده كله. الكائن الوحيد القادر على التأثير في البيئة هو مين؟ هو الإنسان، وهو وحده القادر على تعمير البيئة. فعلا صح، ده الواقع اللي احنا عايشين فيه، ده كلام منطقي. فهناك علاقة من نوع خاص تقوم بينه وبين كل مكونات البيئة المحيطة. يقصد ايه ابن خلدون بالكلام ده؟ ان الانسان رقم 1 هو القادر على التأثير في غيره من الكائنات الاخرى. رقم 2 هو القادر على تغيير وتطوير البيئة. رقم 3 هو الوحيد اللي عنده القدرة او عنده وعي بأهمية تطوير وتغيير وتعديل البيئة، تمام. طبعا ده كلام مين؟ ده كلام ابن خلدون.
كلام ايه ابن خلدون. ما هو تعمير البيئة يعني تطويرها وتغييرها وتعديلها، تمام، والتأثير في البيئة والتأثير في الكائنات الأخرى. يبقى إذن هنا بينتج عن كلام ابن خلدون علاقة بين الإنسان وبين مكونات البيئة المحيطة. هي ايه مكونات البيئة المحيطة بقى؟ اللي هي الهواء والمية، تمام، والجبال، وطبعا غيرها من مقومات البيئة اللي ذكرناها في المعنى الاصطلاحي. طيب ده يعني كلام واضح ذكره ابن خلدون. قبل ما نتكلم على مراحل تعامل الإنسان مع البيئة الطبيعية. طيب مرت العلاقة بين الإنسان والبيئة بخمس مراحل. بخمس مراحل. المرحلة الأولى المرحلة البدائية، اكتبوا كده جنب منها، دي المرحلة البدائية، وهي مرحلة التقديس والتأليه. هي من اسمها كده تقديس وتأليه، يعني في نظام، في آلهة، في عبادات من الاسم كده. الإنسان وجد نفسه في بيئة طبيعية موحشة لا يستطيع السيطرة الكاملة عليها. أول ما ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان، ولسه أول ما خلق الطبيعة كانت الطبيعة شديدة وقاسية، لسه الإنسان ما استخدمهاش. شوف كده لما بتشتري حاجة جديدة لأول مرة بتبقى يعني إمكانياتها عالية وقوية، مع استخدامك ليها بتضعف. البيئة برضو يعني في البداية خالص قبل ما ربنا يخلق الإنسان كانت قوية، تمام، كانت موحشة، يعني كانت قاسية، يعني لما كانت بتحصل كوارث طبيعية كانت بتبقى شديدة جدا. طيب فطبعا الإنسان أول ما ربنا خلقه شاف الطبيعة ديت خاف منها، وطبعا الطبيعة كانت قاسية جدا على الإنسان، والإنسان ما كانش لسه يعني مش عارف لسه يعني يسيطر عليها ازاي ويتعامل معاها ازاي، فقام بعبادتها. فبقى كل ما يشوف اي كائن حي او اي مظهر من مظاهر الطبيعة يعبدها. زي كده البابليون والهنود واليونانيون عبدوا مظاهر الطبيعة والكائنات الحية واتخذوا منها آلهة او رموز للآلهة، زي عبادة القمر والشمس والنجوم، او عبادة المجوس للنار. اخذ البابليون من النجوم آلهة وجعلوا القمر ابو الآلهة. يبقى اذا اي مثال يجي يكلمكم فيه على اديان او عبادات تختاروا على طول مرحلة التقديس والتأليه. دي مرحلة بتتميز بخوف الانسان من الطبيعة. دي مرحلة بدائية، دي اقدم مراحل علاقة الانسان بالبيئة. اذا هنا لو اشار الى المرحلة البدائية او اشار الى مرحلة خوف الانسان من الطبيعة تختار مرحلة التقديس والتأليه. لو اشار الى مثال بيشير الى عبادات ايا كان العبادة اي مثال بيشير الى عبادات واديان تبقى مرحلة التقديس والتأليه. تمام. مش هيفضل الانسان طول عمره خايف. جاء عليه مرحلة بدأ يحاول ان هو يفهم. ما هو انا حب البقاء، غريزة البقاء عند الانسان كان بيحاول ان هو يفهم الطبيعة، وبيحاول ان هو يسيطر عليها، وبيحاول ان هو يستخدمها لصالحه. يبقى اذا هنا دخلنا في المرحلة الثانية. محاولات الانسان للفهم دخلته في مرحلة التفسير والتوظيف، ودي مرحلة بدأت مع الحضارة اليونانية وظهور فلسفات الطبيعة. وفلسفات الطبيعة دي فضلت تتطور حتى مطلع العصر الحديث. يبقى اذا هنا اي مثال بيشير الى محاولة فهم الانسان للطبيعة يبقى مرحلة التفسير والتوظيف. زي كده ارسطو لما اكد لنا ان الارض هي مركز العالم الطبيعي، دي محاولة من ارسطو لتفسير، محاولة تفسير من ارسطو، محاولة فهم لطبيعة الارض ووظيفتها. طيب كان الفلاسفة والعلماء في هذه المرحلة ينظرون إلى البيئة الطبيعية على أنها البيئة التي هيأها الله لخدمة الإنسان. إذن دي تفسيرات، زي تفسير طاليس برضو، ده أول فيلسوف طبيعي من فلاسفة اليونان. تفسير طاليس بأن الماء هو أصل الكون. تمام. ومثال تاني بيقول لي اختلف فلاسفة اليونان حول أصل الكون، هل هو الماء أم الهواء أم الدخان أم التراب أم مزيج بينهما. تمام. يقول ارسطو اعرف نفسك بنفسك ودع الطبيعة للآلهة تعرفها. يبقى اذا اي مثال بيشير الى فيلسوف بيحاول يفهم او يفسر الطبيعة، محاولة فهم للطبيعة بدون تقدم علم والتكنولوجي، بدون اي شكل من اشكال التقدم العلمي والتكنولوجي، يبقى مرحلة التفسير والتوظيف. احنا كده اتكلمنا على مرحلتين. المرحلة الاولى التقديس والتأليه، عبادات، اديان، مرحلة خوف الانسان، مرحلة بدائية. أما مرحلة التفسير والتوظيف حضارة يونانية وفلسفات طبيعة، محاولة من الفلاسفة لفهم وتفسير الطبيعة. مفيش هنا تقدم علمي وتكنولوجي. طيب
اول بقى مرحله كان فيها تقدم علمي وتكنولوجي ومنهج تجريبي مرحله الاستغلال والسيطره. ركزوا بقى هنا، دي بدات مع ظهور العلم الحديث بمناهجه الحديثه وخاصه المنهج التجريبي. يعني هنا دي بدايه عمل تجارب على الطبيعه وعلى الكائنات الاخرى. الفلاسفه والعلماء بيروا أنه كلما نجح الإنسان في فهم الظواهر الطبيعية بالمنهج التجريبي، يبقى إذن هنا دي محاولة فهم بالتجربة، لكن إحنا هنا في التفسير والتوظيف بنفهم بدون تجارب، بدون تجارب وبدون تقدم علمي وتكنولوجي. لكن هنا محاولة لفهم الظواهر الطبيعية بالتجربة بالعلم بالتكنولوجيا. خدوا بالكم من الفرق ده ما بين الاستغلال والسيطرة وما بين التفسير والتوظيف. أنا هنا بفهم بس من غير تجارب، بحاول افهم بالتأمل بالفلسفة، لكن هنا انا بفهم في الاستغلال والسيطرة بفهم بالمنهج التجريبي بالعلم بالتكنولوجيا. تمام. واستطاع الانسان استغلال الطبيعة واستغلال كائناتها الحية لخدمته، وكلما انتصر عليها وحقق تقدمه المنشود عبر استغلال موارد الطبيعة. إذن هنا كلما نجح الإنسان في فهم الظواهر الطبيعية بمنهجه التجريبي وكلما استطاع استغلال الطبيعة واستغلال كائناتها الحية لخدمته، كلما انتصر عليها، كلما استغلها لمصلحته، كلما سيطر عليها، كلما حقق تقدمه المنشود. طيب، من أهم سلبيات هذه المرحلة قلة الحديث عن حقوق الكائنات الأخرى. الإنسان نسي الكائنات الأخرى. تمام. انشغل بتقدمه العلمي والتكنولوجي، وانشغل بالمنهج التجريبي، وانشغل بالاستغلال والسيطرة على الطبيعة، ونسي الكائنات الأخرى، أهملها خالص. دي سلبية بتتميز بيها مرحلة الاستغلال والسيطرة. زي كده استخدام بيكون المنهج التجريبي، بصوا هنا بقول منهج تجريبي بدراسة الظواهر الطبيعية أدى إلى زيادة سيطرة الإنسان على الطبيعة. إنشاء فونت أول معمل تجريبي لعلم النفس لإجراء التجارب على الحيوان. بناء اليابان لمنازل مطاطية للتغلب على الزلازل. مثال تاني أهو، أدت الثورة الصناعية في القرن ال19 إلى إحداث طفرة في الصناعة. يبقى إذن كل الأمثلة أهو بصوا بتشير إلى التقدم العلمي والتكنولوجي، بتشير إلى المنهج التجريبي، تشير إلى العصر الحديث بل للاستغلال والسيطرة. ركزوا بقى في المرحلة الرابعة. المرحلة الرابعة مرحلة القهر والاستبداد. دي ظهرت مع ظهور العلم المعاصر، حيث بلغ العلم المعاصر تطورا جديدا استطاع فيه الإنسان أن يصل إلى مرحلة قهر الطبيعة، وأصبحت البيئة ضحية للعلم المعاصر، وكان لذلك آثارا على البيئة أهمها. يبقى إذن هنا التقدم العلمي والتكنولوجي وصل لمرحلة الإنسان هنا قهر بها الطبيعة، والقهر دوت اتسبب في آثار سلبية على البيئة. زي كده إحداث تحولات في النباتات والحيوانات، مما أصبح يهدد الحياة البرية وحياة الإنسان. إذن هنا في أضرار نتجت عن التقدم العلمي والتكنولوجي. يبقى إذن أي مثال بيشير إلى تقدم علمي وتكنولوجي نتج عنه أضرار على الكائنات الأخرى وعلى حياة الإنسان، يبقى إذن هنا دي مرحلة القهر والاستبداد. خلاص، ما هو التحولات اللي حصلت للنباتات والحيوانات ديت أضرار، ضرر. شوف الإنسان لما بيتعب كده بيجيله مرض ويطول فيه بتلاقي شكله اتغير. فالتحولات في أشكال النباتات والحيوانات ديت ده أضرار، ده مرض. تطورات التكنولوجيا اللي حصلت في الهندسة الوراثية وفي الاستنساخ وفي الروبوت ده اللي هو الإنسان الآلي، يؤدي إلى تغيير في طبيعة الكائنات الحية وأعمارها وأشكالها، بحيث تختلط أنسابها ولا تعد طبيعية أو حتى شبه طبيعية. الهندسة الوراثية والاستنساخ دول طبعا هنتكلم عليهم، دي أحد أضرار اللي حصلت في التقدم العلمي في الطب في الدرس الثاني. يعني برضو احنا مش هنتعمق في الهندسة الوراثية والاستنساخ والروبوت دوت، الحاجات دي احنا كده هناخدها موجودة في المنهج في فصول تانية. فاحنا بس يعني عايزك تاخدوا بالكم من حاجة. طالما اتكلمنا على الهندسة الوراثية واتكلمنا على الاستنساخ واتكلمنا على الروبوت، يبقى إذن هنا في أضرار. يبقى إذن هنا في أضرار، لأن الهندسة الوراثية أضرارها أكتر من فوائدها، والاستنساخ والروبوت. تمام. طيب، يبقى إذن هنا يعني في 3 مراحل لازم ناخد بالنا من التفرقة بينهم. تعالوا كده ناخد مفاتيح. مرحلة التقديس والتأليه قلنا هنا دي عبادات، أديان، خوف الإنسان، مرحلة بدائية. طيب، المرحلة اللي بعد كده التفسير والتوظيف، دي بقى الحضارة اليونانية القديمة والفلسفات الطبيعية. أي فيلسوف يجي لك في مثال بيحاول يفهم الطبيعة ويحاول يفهم الكون ويحاول يفهم أي شيء موجود في
الطبيعة بدون علم وبدون تكنولوجيا بالفلسفة، يعني بحاول افهم وافسر بالفلسفة وبالتأمل بالتفكير بس، من غير ايه، من غير علم وتكنولوجيا ومن غير تجارب، يبقى التفسير والتوظيف. اما بقى المرحلة الثالثة الاستغلال والسيطرة، انا هنا بفهم بس بالعلم، بفهم بالمنهج التجريبي، بفهم ب التكنولوجيا بالتقدم العلمي والتكنولوجي. خلاص طيب، التقدم العلمي والتكنولوجي في المرحلة الرابعة بقى القهر والاستبداد. التقدم العلمي والتكنولوجي وصل لمرحلة من التقدم والتطور، ده المرحلة ديت أدت إلى قهر الطبيعة. يعني إيه؟ يعني اتسببت في أضرار. يبقى إذن أي مثال بيشير إلى التقدم العلمي والتكنولوجي وأضرار نتجت عنه يبقى القهر والاستبداد. زي التحولات اللي حصلت في أشكال النباتات والحيوانات، قلت لكم التحولات ديت ده ضرر، ده مرض. ماشي، يعني اديك مثال برضه عشان الامور تبقى واضحه ليك في التحولات ديت. يعني حجم النباتات، حجم الفواكه مثلا والخضره، بطاطسايه اللي المفروض يعني تبقى بحجم الليمونه يعني بقت كبيره قوي. تغير الحجم دوت ده ضرر، ده مرض، ده ناتج عن الهندسه الوراثيه. ما الهندسه الوراثيه ديت هي اللي تسببت في تحولات في اشكال النباتات والحيوانات. تمام، والهرمونات اللي بيحقنوا بيها الحيوانات عشان تتقل وتسمن، تمام، وتجيب فلوس اكتر، طبعا ده ضرر، دي هندسه وراثيه وده ضرر. يعني التحولات ديت بتتسبب لنا في امراض مزمنه وعلى راسها مرض السرطان. يبقى اذا هنا الهندسه الوراثيه والاستنساخ والروبوت دي حاجات طبعا اضرار نتجت عن التقدم العلمي والتكنولوجي. يبقى اذا هنا اي مثال بيشير الى اضرار تختار القهر والاستبداد. تمام طيب، تعالوا نشوف المثال دوت على القهر والاستبداد عشان نفهم اكتر. حاول الانسان من خلال الهرمونات زيادة حجم الخضروات والفواكه وان تنضج بسرعه قبل ايه اوانها. يبقى اذا هنا انا الخضره مثلا او الفاكهه بدل ما تطلع بعد شهرين 3 اخليها تطلع بعد اسبوعين عن طريق الهرمونات ديت. خلاص يبقى اذا هنا ده نتج عنه تغير في طعمها وتغير في المذاق وانخفاض القيمه الغذائيه. مش كده وبس، ده اصبحت سبب رئيسي في الاصابه بمرض السرطان. يبقى اذا هنا التقدم العلمي، الهندسه الوراثيه اللي هي الهرمونات ديت، تمام، الهرمونات دي ناتجه عن الهندسه الوراثيه. الهرمونات دي اتسببت لنا في ايه؟ في اضرار، اتسببت لنا في امراض. يبقى ده القهر والاستبداد. المرحله الايه الخامسه والاخيره، مرحله الاحترام والصون. هنا بقى خلاص يعني المرحله اللي احنا بنعيشها النهارده. تنبه العلماء والفلاسفه الى خطوره الاثار السلبيه اللي نتجت عن التقدم العلمي والتكنولوجيا، بداوا يحذرون منه ومن ازدياد العبث بالطبيعه. فتحولت بقى يعني دعوات العلماء والفلاسفة إلى وضع تشريعات وقوانين لحماية البيئة الطبيعية. زي إيه؟ زي كده مثال وضع تشريعات لحماية الأنهار والغابات والبحار. تمام، نحميها إزاي؟ يعني التشريعات والقوانين ديت هتحمي الأنهار والغابات والبحار إزاي؟ تمام، بالنسبة للغابات ما نقطعش الشجر يعني كتير، يعني نحاول إيه على قد الاستخدام، يعني على قد الحاجة. لأن أنت لو قضيت على الغابات دي وسط طبيعي اللي بيعيش فيه الكائنات الاخرى. لو انت قضيت على الغابات ديت في كائنات مش هتعرف تعيش، هتموت، لان الغابه ديت ده البيئه اللي بتقدر ان هي تعيش فيها. انت لما تقضي عليها هم مش هيلاقوا بيئه يعيشوا فيها، فبالتالي هينقرضوا. الانهار والبحار ما نرميش الزباله او مخلفات بتاعتنا في الانهار وفي البحار، مخلفات المصانع او مخلفات السفن. تمام، يبقى اذا هنا هنحط تشريعات هنمنع قطع الاشجار بكثره من الغابات، لان ده الوسط الطبيعي او ده البيئه اللي بيعيش فيها الكائنات الاخرى. هنمنع بالتشريعات ديت اي محاولات لرمي مخلفات في الانهار والبحار، يعني ده طبعا هيلوث الثروه السمكيه وهيلوث الميه. تمام، مثال تاني على وضع تشريعات لحمايه البيئه، القانون الدولي للبيئه الذي يهتم بحمايه المياه والبحار والمحيطات، ده قانون بالفعل موجود. خلاص طيب، دعوة تانية من دعوات العلماء والفلاسفة إيقاظ أخلاقيات البحث العلمي التي تحمي حقوق الكائنات الأخرى وحقوق الأجيال القادمة. مثال، يحرص العلماء في مجال البحث العلمي على عدم تعريض أي فرد للضرر. يعني أنت دلوقتي لو هتعمل أبحاث علمية على إنسان أو على كائن من الكائنات الأخرى، لازم هنا نتأكد إن مفيش أي ضرر على الكائن ده. مثال، لما جم عملوا لقاح او تطعيم لكورونا في البدايه خالص، وحبوا ان هم يجربوا على عدد معين من الناس، عملوا لهم تحاليل
وفحوصات شاملة عشان يتأكدوا انه مفيش اي ضرر عليهم هيحصل من تلقي اللقاح دوت. باذن هنا لما باجي اعمل تجارب او ابحاث علميه على كائنات حيه وخاصه الانسان، لازم اتاكد ان مفيش اي ضرر هيقع عليه. تمام؟ ده اي بني ادم لو داخل يعمل عمليه، قبل ما يعمل العمليه بيطلبوا منه تحاليل واشعاعات، تمام، عشان يتاكدوا ان العمليه ديت مش ما فيهاش اي ضرر عليه. طيب، يتم رفض اي بحث علمي اذا خالف القواعد الاخلاقيه للعلم. في قواعد اخلاقيه للابحاث العلميه وللتجارب العلميه اللي بتتعمل على الانسان وعلى الكائنات الاخرى. لو البحث العلمي ده بيخالف القواعد الاخلاقيه ديت بيترفض على طول. تمام كده؟ طيب، هل الاهتمام بالبيئه يعني كان في العصر الحديث؟ اصل انت يا مستر قلت لي في بدايه الحصه خالص ان الفلسفه البيئيه ديت يعني فرع جديد من الفلسفه التطبيقيه. بس الاهتمام بالبيئه دوت يعني هل يعني معنى الكلام ده انه كان موجود في العصر الحديث ولا كان موجود زمان؟ لا، هو كان موجود زمان. الاهتمام بالبيئة والحفاظ عليها كان موجود منذ الحضارات الشرقية القديمة، وبصفة خاصة مصر والصين، حيث أن الكثير من البشر والمفكرين في مختلف الحضارات كانوا واعين بأهمية الحفاظ على البيئة وعدم قهرها، حرصا منهم على احترام حق الحياة لكل الكائنات الحية وعلى أن تظل هذه البيئة نافعة للحياة. لكن بقى أنا بقول هنا الاهتمام بالبيئة كان موجود زمان في الحضارات الشرقية القديمة في مصر والصين، لكن فلسفة البيئة اللي احنا اتكلمنا عليها في بداية الحصة ده فرع جديد من الفلسفة التطبيقية الحديثة. لذلك هنا في فرق بين ان انا اتكلم على اهتمام بالبيئة وفي فرق بين ان انا اتكلم على فلسفة البيئة. الاهتمام بالبيئة موجود منذ القدم، منذ الحضارات الشرقية القديمة، وده اللي هناخده الحصة اللي جاية ان شاء الله. اما فلسفة البيئة اللي بدأنا بيها حصتنا ده فرع جديد من الفلسفة التطبيقية الحديثة. في فرق بين ان انا اتكلم على اهتمام بالبيئة او ان انا اتكلم على فلسفة البيئة، لان فلسفة البيئة دي نتجت عن مشاكل البيئة اللي نتجت عن التقدم العلمي والتكنولوجي. إذا هنا فلسفة البيئة ديت مرتبطة بالتقدم العلمي والتكنولوجي اللي نتج عنه مشاكل في البيئة. أما الاهتمام بالبيئة ده بدأ من العصور القديمة، من قبل ما يبقى فيه من قبل ما يبقى فيه مشاكل، وده اللي هنتعرف عليه بالتفصيل الحصة اللي جاية إن شاء الله لما نيجي نتكلم على فلسفة البيئة في مصر القديمة وفي الصين القديمة. احنا هنكتفي بالجزء دوت. احنا عرفنا خلال الحصة ديت يعني ايه فلسفة البيئة، وعرفنا يعني ايه بيئة، وعرفنا مراحل علاقة الانسان بالبيئة. ان شاء الله بكرة هتلاقوا حصة في نفس الميعاد هنحل اسئلة كم من الاسئلة على الجزء دوت عشان نفهمه اكتر وعشان نطلع مفاتيحه. تمام. والحصة اللي بعد منها ان شاء الله هنكمل شرح في فلسفة البيئة. تمام. كل جزء كده هناخده هنحل عليه اسئله من كتاب الامتحان او من اي كتاب من الكتب الخارجيه، بس احنا رقم واحد عندنا هو كتاب الامتحان. يعني الناس تقول لي انا اجيب كتاب ايه؟ هو يفضل يا جماعه ان انتوا تجيبوا الكتاب، يعني تجيبوا كتاب الامتحان. افضل ان انتوا يبقى معاكم كتاب احسن من ان انتوا تنزلوه PDF. خلاص، لما يبقى معاك كتاب كده وتحل منه بيبقى افضل، يعني لان انت مش هتفضل يعني تقعد بال3-4 ساعات تذاكر من التليفون او تذاكر من التابلت. يعني الموضوع هنا يعني متعب، فيه تعب للنظر وهيسبب لك صداع واجهاض، فالافضل يكون معاك كتاب وتذاكر منه. لكن حتة ان انت تنزل كتاب PDF او يبقى معاك مصدر للمعلومة PDF ده طبعا حاجة متعبة ليك، ماشي، وليك. فمعلش يعني هي مرة في السنة هتشتروها، يعني انتوا هتشتروا الكتاب مرة في السنة وخلاص على كده. لكن يعني بالنسبة للدروس لا، انت ممكن ما تاخدش دروس خالص وتكتفي بالشرح، تاخد الشرح وتتابع معانا حل الأسئلة. انا ملتزم معاكم، وفي ناس كتير جدا كانت متابعانا من السنين اللي فاتت وعارفة شغلنا، وطالما بدأت الناس عارفة متأكدة ان احنا هنكمل النهاية ان شاء الله. كل جزء هنحل عليه أسئلة ونخلص المنهج ان شاء الله بإذن الله. هنحل امتحانات زي ما اتعودنا من السنين اللي فاتت. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.